السلام عليكم. سأفتتح هذا الفيديو بالحديث النبوي الشريف: من تشابه بقوم فهو منهم. والمقصود به هم قادة حماس الإرهابيون الذين يتشبهون بالإيرانيين فيحيون ما يسمى بيوم القدس العالمي، أي يوم القدس الإيراني الذي أعلنه آية الله الخميني بعد ثورة الشيعية عام 79، ليدنسوا اسم بيت المقدس بإرهاب إيراني. الشريعة الإسلامية والسنة النبوية بريئتان منه، فبأي بدعة مذمومة تأتون وبأي حق تتبعون إرهاب إيران اتباعا أعمى لصبغ المنطقة بصبغة نظام إيراني محدود؟ قادة حماس، أنتم تتشبهون بملال إيران وأمثاله من حزب الله وغيرهم. أنتم متشيعون رسميا وفق الحديث النبوي الشريف وعلى أسس النظام الإيراني. ألم تقرأوا نصوص أهل الذكر من العلماء والفقهاء آباء الشريعة المحمدية الذين حذروكم بشكل واضح وصريح من خطورة الشيعة في نسخة النظام الإيراني هذه عليكم وعلى شعبكم؟ إذ قال مجدد الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب عن خطورة أهل البدعة على الدين الإسلامي، فقال: فانظر إلى كلام هذا الملحد تجده من كلام الرافضة، فأولئك أشد ضررا على الدين من اليهود والنصارى. ألا ترون خطورة الإيرانيين عليكم من خلال هذا القول؟ فتنهلون بشتم ولعنة على من ينصحكم ويهديكم بينما هو من غير دينكم، وأقصد أنا، وتتبعون الإيرانيين الذين هم أخطر من أي إنسان آخر أو من أي جهة أخرى عليكم. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة مفسرا الخطر الشيعي كما سماه على السنة، وأنا أجده مناسبا للخطر الإيراني على المنطقة هذه الأيام، خطر فيلق القدس الإيراني الإرهابي،